يجيلي بنات كتير جدا ضيعوا عمر وسنين في علاقات خسروا فيها كل شيء. فعشان كده انا عايزه اوضح نقطه مهمه جدا، ايه اللي يتقال وايه اللي ما يتقالش، ايه حقوقي وايه اللي مش حقوقي. بالنسبه للسيدات، من حقوقك على الشخص اللي معاكي انه يوفر لك الامان، كل انواع الامان، سواء امان عاطفي، سواء امان مادي، سواء امان بان انت تحسي ان وراكي ظهر وسند. اما ترتبطي بشخص وتلاقي نفسك خايفه ان انت تطلبي منه الامان المادي، يبقى ده مش الشخص المناسب، يبقى ده شخص اناني هياخد منك بس ومش هيديكي. اصلي هو هيشوف اني انا ماديه حقيره، لو شاف ان انت ماديه حقيره يبقى للاسف انت اخترتي الشخص الغلط، لان الشخص الصح الراجل عارف كويس قوي ان انت لازم تكوني ملزومه منه من غير طمع. الشخص اللي فعلا يستهلك هو شخص حبيبه قلبي، من غير ما انت تقولي هيبقى عايز يسعدك. خدي بالك من حاجه، الشخص اللي بيحبك بجد هيتمنى ان الدنيا تديله كل المرادفات وكل المعاني اللي يسعدك بيها. لو قلتي له بمنتهى البساطه ان انت بتحبي الورد، هتلاقيه بيدور يجيب لك ورد. لو قلتي له ان انت بتحبي لبس معين، هيدور ازاي يبسطك ويجيب لك اللبس ده. ايا كان الطريقه اللي في ايده اللي يقدر يسعدك بيها هيسعدك بيها. لكن شخص هتعيشي معاه سنه واثنين وثلاثه ما بيجيبلكيش هدايا، ما بيخرجكيش، بياخد بس اللي هو عايزه وما يديش اللي هو مش عايزه. فلازم تفهمي حاجه كويس قوي، الست العربيه ما اعرفش ليه دونا عن اي ست تانية ما بتوضحش للشخص اللي قدامها احتياجاتها. وضحي. الراجل على فكره لما يشوفك ان انت خايفه تقولي له هات وهات وهات عشان ما يحسش ان انت ماديه، هو منه لنفسه هيصدق الفكره دي، ان فعلا انت ممكن تكوني ماديه ولو طلبتي حاجه تبقي ماديه. لكن انت تكوني واضحه من الاول، انت بتاخد اللي انت عايزه، انت بتاخد اهتمام، انت بتاخد حب، انت بتاخد ست في حياتك. قيمه وجود ست في حياه راجل كبيره، نفسي تفهموا. وجود رقمك كده على الفون بوك بتاعت راجل دي حاجه كبيره قوي بالنسبه له، دي حاجه هو بيفتخر بيها، دي حاجه هو من جواه حاسس ان ليها قيمه. انت بتدي كل ده، الطرف اللي قدامك ما بيديكيش اي حاجه، يبقى انت مش في علاقه مع الطرف الصح. يبقى عادي جدا واحد مش شايل مسؤوليتك خالص تروحي تقولي له بص يا ابن الحلال، انا بكون ليك لوحدك، انا عايزاك تشيل مسؤوليتي، تديني الامان المادي والاجتماعي وكل اللي انا عايزاه. لو انت عايز تاخد بس ما تديش، يبقى انت للاسف مش الشخص الصح. لو راجل بجد هيشيل مسؤوليتك، ولو حتى هو متناسي، الكلمه دي هتفوقه كأن قلم نزل على وشه. اما لو راجل شخصيته للاسف انانيه وشخصيته ملهاش معنى الرجوله الصح، لا انا مش هقدر، انت طلعتي ماديه بقى زي الناس اللي مش عارفه ايه، يبقى اكس. يبقى انت اصلا مش فاهم يعني ايه راجل، فبالتالي مش فاهم يعني ايه ست، فبالتالي شايف الدنيا كلها من وجهه نظرك انت، شايف اي حاجه هتديها، اي حق انا هطلبه غلط، لكن اي حاجه انت تطلبها هتكون صح ومش هيكون فيها مشاكل. عايز تاخد وما تديش، يبقى اطلبي. انا عايزه اتجوز، يبقى عايزه تتجوزي. انا مش عايزه علاقه كاجوال، يبقى انا مش عايزه علاقه كاجوال. انا عايزه حد يصرف عليا، انا عايزه حد يصرف عليا. انا عايزه امان من الناحيه الفلانيه، انا عايزه امان من الناحيه الفلانيه. من حقك اطلبي اللي انت عايزاه، وتاكدي ان اللي قدامك بياخد كل اللي هو عايزه. ما تبقيش خسرانه ترجعي تعيطي بعد سنه وسنتين تقولي والله انا اديت كل حاجه وفي الاخر سابني وراح لواحده بقى يديها كل حاجه. ليه؟ عشان خاطر هي طلبت، هي عرفت حقوقها، هي كانت انثى معتزه بنفسها وراحت قالت لا يا حبيبي هتاخد بس ومش هتدي. لا انا مش رخيصه. ما تكونيش رخيصه، قولي اللي انت عايزاه، واللي مش هيديكي الحق تقولي اللي انت عايزاه يبقى العيب فيه مش العيب فيكي انت.